السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هتكون وصفتنا سهلة وجميلة وبتشرفك قدام ضيوفك في العزومات بتاعتك. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بس بطريقة سهلة وجميلة. وعايزين بإذن الله نعملها بطريقة بسيطة عشان تبقى سهلة كده بالنسبة لك وتقومي تعمليها حالا ان شاء الله بعد الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فرخة مغسولة ومتنضفة وقاطعينها من السلسلة من الضغط، تمام. ومعانا صلصة وخل، طماطم وصلصة وبصلايه مبشوره، طماطم مبشوره وصلصه، معلقه صلصه واحده وبصلايه مبشوره، ومعانا ملح وفلفل، ومعانا رشه جوز الطيب وزعتر، ومعانا بهارات فراخ، ومعانا نص فنجان خل ونص فنجان زيت. بس كده، احنا مش هنحتاج اكتر من كده في التتبيله بتاعتنا. احنا يا بنات هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنركن الفرخه بتاعتنا على جنب وهنقول هنعمل ايه. هي سهله جدا باذن الله. هنحط الطماطم مع بعضينا والبصل والصلصه والبهارات والصلصه بتاعتنا كده بالشكل ده، والخل والزيت، نص فنجان خل ونص فنجان زيت، تمام. وهنقلب تقليبه كده كويسه. وهنحط الفرخه بتاعتنا في التتبيله دي ونملاها جدا بالتتبيله، وبعد كده هنرجع لكم نشوف عملنا ايه. احنا يا بنات تبلنا الفرخه بالتتبيله بتاعتنا من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، وهنسيبها ليله كامله في التلاجة في التتبيله بتاعتها. وبعد الليله الكامله دي ما تبات في التلاجة هنعمل ايه؟ هنحطها على الشبكه دي، تمام، وهنقفلها. احنا عامه هنسويها بطريقه صح علشان تكون ما فيهاش اي سوائل بعد ما تتشوي. ان شاء الله هتعجبكم. الشوايه ديت سهله جدا وبسيطه وبتخلي الفراخ شكلها تحفه وبتبقى جميله جدا يا بنات لما بنعملها فيها، بنشويها فيها. معانا صينيه فيها حبه ميه وورق لورا وحبهان، عشان بس لما تغلي الميه في الفرن تطلع الريحه بتاعه الميه في السوا بتاعتها، تمام. احنا كده الفرخه بتاعتنا حطيناها في الشبكه دي وقفلنا عليها كويس، والصينيه دي فيها ميه، تمام. واحنا تبلنا الفرخه كلها من الظهر من ورا ومن قدام، وخليناها زي الفل وتحت الجلد بعد طبعا ما كانت مغسوله وزي الفل بالدقيق والملح والخل، وخليناها تمام. بعد كده هنحط التتبيله دي، هنبيتها في الليله كامله في التلاجة بالتتبيله عشان تدي طعم في الفراخ. هنيجي بعد كده نجيب الورق الفويل ده ونغطي الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، تمام، ونحطها في الفرن يا بنات في الرف الوسطاني. هوريكم دلوقتي ازاي. وهنسيبها ساعة ونص في البوتاجاز، وبعد كده هنقول عملنا ايه. اهو يا بنات احنا حطينا الشبكه بتاعتنا وغطيناها بالفويل، ادي ايد الشبكه اهي والصينيه تحتيها، تمام. واحنا مولعين الفرن من قبليها بربع ساعه، فرن عالي جدا، تمام. هتقعد ساعه ونص بالشكل ده، وهنرجع لكم بعد الساعه ونص ونشوف عملنا ايه.